الطماطم ب20 جنيه بس بعد ما سعر كيلو الطماطم وصل لمستويات خيالية جدا وكسر حاجز ال50 جنيه في بعض المناطق. حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة طلع وطمن الناس، وأعلن إن الطماطم موجودة وبكميات كبيرة جدا، وأكد إن السعر ده موجود في منافذ وزارة التموين الثابتة والمتحركة، ووصل ل21.5 جنيه للكيلو، وده سعر عادل جدا وبيوازن بين تكلفة الفلاح واحتياجات المواطن البسيط. نجيب وضح إن الارتفاع اللي حصل الفترة اللي فاتت كان سببه فاصل العروات وتأثير الجو، بس دلوقتي المعروض زاد والأسواق بدأت تشهد وفرة كبيرة جدا، وزيارة رئيس الوزراء لسوق العبور كانت رسالة واضحة إن الدولة متابعة كل صغيرة وكبيرة في الأسواق ومش هتسمح بأي تلاعب. كمان الحكومة شغالة دلوقتي إن هي تقصر المسافات بين التاجر والمستهلك علشان خاطر تضمن إن السلعة توصل لك بجودة عالية وبسعر على قد الإيد. قول لنا انت بقى، كيلو الطماطم وصل في منطقتك لكام؟ شاركنا برأيك في الكومنتس.